ركز معايا كويس قوي في الكلمتين اللي انا جاي اقولهم لك النهارده دول، عشان انا قلبي عليك. بص يا سيدي، في نوعين بس من الناس. نوع بيبقى مش عارف ان عنده رائحه فم كريهه، النوع التاني بيبقى متوهم ان عنده رائحه فم كريهه. النوع الاولاني من الناس ده بيبقى خد للاسف على رائحه الفم بتاعته وما عادش مستوعب انه عنده رائحه فم كريهه. انما النوع التاني مجرد ما هيدوق اي طعم مر من لعابه هيبقى مستنتج ان رائحه الفم بتاعته كريهه. لكن النوع التاني ده لازم يفرق كويس قوي ما بين الرائحه وما بين الطعم. مش معنى ان انا حاسس بمراره في بقي ان انا كده رائحه الفم بتاعتي كريهه. المعلومه بقى المهمه جدا، انا ما اقدرش اختبر اذا كانت رائحه الفم بتاعتي كريهه ولا لا. يعني لا الحركه دي ولا الحركه دي تقدر تثبت لي ان انا رائحه الفم بتاعتي كريهه. كمان عيلتي اللي قاعدين معايا في البيت 24 ساعه هم كمان ما يقدروش يفيدوني في حكايه رائحه الفم دي. فعشان تكتشف الحوار ده انت للاسف محتاج تسال حد غريب، حد بقى من اصحابك اللي ما بتشوفهمش كتير، حد في الشارع، اي حاجه. كمان انا عايزاك تاخد بالك، انا مش بتكلم عن الاشخاص اللي بيصحوا من النوم عندهم رائحه فم كريهه، لان ده طبيعي شويه. ليه طبيعي؟ عشان حتى لو انت غاسل اسنانك قبل ما تنام ومنضفها بخيط الاسنان، ده ملوش علاقه ابدا باللي انا هقوله لك دلوقتي. اللعاب وانت نايم للاسف بيقل، فطبعا كميه البكتيريا بتزيد، وهي دي اللي بتعمل الرائحه الكريهه ساعه ما تقوم من النوم. ولا حتى عن الاشخاص اللي بعد ما بياكلوا اكل فيه بصل او توم رائحه الفم بتاعتهم بتبقى كريهه، لان ده طبيعي. بتكلم عن الناس اللي عندهم رائحه فم كريهه مزمنه. خليني اشرح لك حوار بقى رائحه الفم ده بشكل سريع شويه. ممكن اشخاص يبقى عندهم رائحه فم كريهه بسبب حاجتين. الحاجه الاولانيه حاجات تبقى اكسترا اورال، يعني حاجات اصلا من بره، سواء بقى كانت في الجهاز التنفسي او بسبب ادويه انت بتاخدها او اي حاجه تانية. وحاجات تانية هتكون انترا اورالي، يعني حاجات بتحصل جوه الفم. حاجات اللي هي بتبقى اكسترا اورالي اللي ملهاش علاقه بالفم ما بتمثلش اكتر من 8%، على الرغم من ان ليها مصادر كتيره جدا، زي مثلا مرضى الجيوب الانفيه اللي عندهم للاسف مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، مرضى السكر، كمان اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي او يعني مشاكل في الصدر عموما. كل دول بيبقى عندهم رائحه فم مميزه، كل مرض غير التاني، ورائحه الفم ساعتها بتبقى من الادله على وجود المرض ده. وطبعا دول علاجهم بيكون على حسب كل تخصص. انا بقى جاي اكلمك النهارده على الجزء اللي يخصني، ان رائحه الفم دي تكون جايه بسبب حاجه انترا اورالي او بسبب حاجه موجوده في الفم. 90% بقى من الناس اللي عندهم رائحه فم كريهه بشكل مزمن بيبقى بسبب مشاكل جوه الفم. وزي ما احنا متفقين ان رائحه فم معناها بكتيريا، بس انا عايزه اقول لك على حاجه، ان البكتيريا اللي عندك وانت عندك رائحه فم كريهه مزمنه هي نفسها اللي عند الشخص التاني اللي ما عندوش رائحه فم كريهه اطلاقا. الاختلاف هنا ان البكتيريا بتبقى عايزه وسط او فرص تخليها تنشط وتعمل رائحه الفم الكريهه دي. ايه بقى الحاجات دي؟ اول حاجه فيهم واللي هنغنيها قريب ان شاء الله، جير الاسنان. الجير ده ما بتقدرش تشيله لا فرشه الاسنان ولا خيط الاسنان ولا السواك ولا اي حاجه في الدنيا. الجير ده لازم تروح لدكتور اسنان كل 6 شهور علشان ينظفه ويشيله من على اسنانك. تاني حاجه الجيوب اللثويه. لما بتبتدي تاكل وما بتغسلش اسنانك بالمعدل الطبيعي، الاكل بيتكون ما بين الاسنان فبيعمل لي حاجه اسمها جيوب لثويه. طيب انا اعرف منين ان انا عندي جيوب لثويه؟ متفقين ان احنا علشان نشيل بواقي الطعام اللي ما بين الاسنان احنا لازم نستخدم خيط الاسنان. فخيط الاسنان ده بقى هو اللي هيعرفني اذا كان عندي جيوب لثويه ولا لا. باجي استخدم خيط الاسنان واطلعه، ابتدي ابص فيه واشوفه هل ابتدى يتقطع او يكون شعيرات ولا عادي. وعادي يبقى انا ما عنديش جيوب لثويه، لكن لو اتقطع كده وابتدى يشعر يبقى انا عندي جيوب لثويه. فساعتها برضو انا لازم اروح لدكتور السنان علشان يشوف لي حل في الموضوع ده. رقم 3 طبعا تسوس الاسنان. اي سنه عندي مسوسه بتعمل حاجه اسمها كافيتيشن، يعني بتعمل فحره في الاسنان. الفحره دي بيتكون فيها بقايا الطعام اللي بتعمل رائحه الفم الكريه. طبعا حل حاجه زي دي ان انا اروح انظف الضرس او السنه المسوسين واحشيها. رقم 4 بقى الخراج بتاع الاسنان. طب هو الخراج بتاع الاسنان ده اصلا بيتكون ازاي؟ بيبقى عندي ضرس مسوس، ممكن يكون تسوس سطحي كمان وانا سبته اهملته، فبدل ما التسوس ده ياكل بس في طبقه المينا، لا هو تعمق ودخل في طبقه العاج. كمان لما سبته تعمق ودخل في العصب. لما التسوس بيوصل للعصب انا ساعتها بحس بوجع كبير، لكن لو انا سبته برضو فجاه بلاقي الالم اختفى، معناه ان العصب مات. بس دي مش حاجه لطيفه، لانه ساعتها بيكون تعفن وعمل لك رائحه فم كريهه. مش بس كده، البكتيريا ما بتسكتش غير لما بتعدي من الجدر وتبتدي تتخانق مع الخلايا اللي حواليه، وساعتها بقى بتعمل لك الخراج. وللاسف رائحه الخراج مفيش اي حاجه بتضيعها. طبعا علاج الخراج ده ان انا بنظف البكتيريا وبعمل حشو عصب للضرس ده. رقم 5 ودي الاشهر تقريبا بعد تكون الجير، الناس اللي بتعمل تركيبات ثابته بسبب ان في ضرس وقع او ضرس
ضرس اتكسر او اي حاجه. التركيبات الثابته دي بتبقى شكلها عامل ازاي؟ ضرسين مجوفين عاملين اتكاء على ضرسين اساسيين، وضرس في النص بيعوض الضرس المفقود. الضرس بقى اللي في النص اللي بيعوض الضرس المفقود ده للاسف بيبقى فيه مسافه ما بينه وما بين اللثه، فالجزء بقى الفاضي ده بيكون الاكل وبيعمل رائحه فم كريهه. فانا يعني في حاجه زي دي المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انت تنظف سنانك. لو الفرشه الطبيعيه ما بتوصلش للاماكن دي فانت محتاج تشتري حاجه اسمها انتردنتال برش، ودي اللي بيستخدموها بتوع التقويم، كان تخش ما بين الاسنان وفي كل الفراغات اللي موجوده في كل حته وتنظفها. فيبقى سادس حاجه بالظبط كده تقويم الاسنان. تقويم الاسنان دي من اهم الاختراعات في مجال طب الاسنان، علشان هتحسن من شكل الفك وهتحسن من شكل الاسنان، بس هي اخطر حاجه على الاسنان كمان، ده لو ما كنتش بتنظف سنانك يعني، لان بعد ما هتنتهي المده بتاعه التقويم وتشيل التقويم وانت ما كنتش بتنظف اسنانك، هتكتشف ان كل الاسنان اللي كان عليها التقويم ده سوست. من هنا هتكتشف ليه كان عندي رائحة فم كريهة وانا مركب تقويم. السبب اللي بعد كده هو ضرس العقل. في ناس ساعات ضرس العقل بتاعهم بيطلع مش مظبوط او مش في مكانه الطبيعي، بيطلع معوج وبيطلع فوقه لحمية او جزء كده من اللثة. المسافة بقى اللي ما بين اللحمية دي وما بين الضرس بيتكون برضو بواقي طعام، دي بتعمل رائحه فم كريهه. في ناس معينه قوي هتفهم اللي انا بقوله ده دلوقتي، ناس اللي بتاخد ادويه للقلب او للضغط او حتى مسكنات كتير بتلاحظ ان عندها جفاف شديد في الفم. مع الجفاف بتحس برائحه فم كريهه. جفاف يعني لعاب قليل، عشان كده بقى عندي رائحه فم كريهه. لو حسيت بجفاف في الفم ممكن تعمل الحاجات اللي جايه دي. اول حاجه ان انت تشرب سوائل كتير، ويا ريت تكون ميه مش عصاير فيها سكر. تاني حاجه انك تمضغ اي حاجه، ويا ريت يكون لبان برضو ما فيهوش سكر، لان عمليه المضغ دي هتحفز الغدد اللعابيه انها تفرز لعاب وترطب لك الفم بتاعك. الحاجه بقى المهمه اللي مش كله بياخد باله منها، ان الناس كلها بتغسل سنانها تنسى تغسل لسانها. اللسان للاسف موطن كبير لاكبر عدد من البكتيريا، لازم تحافظ ان انت تغسل لسانك علشان تتخلص من رائحه الفم الكريه، وبيبقى فيه فرش مخصوصه لغسيل اللسان او على الاقل بظهر الفرشه بتاعتك. الحاجه بقى الاخيره واللي تقريبا كلكم هتجمعوا عليها وهي التدخين بمختلف صوره، مش بس السجاير. اي وسيله من وسائل التدخين بتعمل حاجات كتير جدا، من اهمها التهابات في اللثه، تسوس في الاسنان، تغير في لون الاسنان، رائحه فم كريهه، ومشاكل كتير جدا، ده غير المشاكل الجسديه. علشان تتخلص من رائحه الفم الكريهه وانت مدخن لازم تبطل تدخين.